الفوسفات، بانه كاين شوي في تونس وكاين شوي في المغرب، وانه الطاقه انه الجزائر التي بقيت تعتمد على المحروقات، وعلى فكره ما يعرفوا والو اقتصاديا، ما يعرفوا لا واش راهو صاري، لا الطاقات البديله، لا التطور تاع الجزائر على مستوى الطاقات البديله، على البحث عن مصادر جديده للطاقه. خوتي الجزائريين، ان شاء الله تكونوا كاع بخير اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم في فيديو جديد خوتي، ومجمع لي دعم هذه القناه بلايك، بارطاج، باشتراك. ربي يحفظه ان شاء الله خوتي. وكالعاده فيديو جديده، القصف يتواصل ضد العياشه اللي صباح وعشيه هما يهضروا على الجزائر وكما يعيطوا لهم الجزائر ولا هذوك اللي هوك تبهليل تاعهم هذاك. وحنا نجيبوا لكم توجور واحد تاوعنا يرد بقوه ويبرد القلب. هما هذا واش يحبوا خوتي، يحبوا اللي يجيهم هكذا بخشونه خوتي، يحبوا تبهدايل هما. وحنا اللي جوار اللي يبهدلوا عندنا ما تكسروش راسكم. حنا باك الجزائريين ما مش قاعدين لكم، كاين غير شويه عباد اللي راهم تما يديروا تيك توك يوتيوب كيما حنايا. لو كان يبداو الناس كاع تبدا دير الاخر ولا غير نرحلوكم من المواقع التواصل الاجتماعي. اسمعوا هذا تاوعنا واش يقول. العياشه توانسه، كما راكم تسمعوا فيا، العياشه توانسه. كوم دابيتود الإعلام الصهيوني الذي يمارس جريمة إلكترونية في حق من عداه على أثر إعلان الجزائر معاداة التطبيع، يجند مجموعة من التونسيين، أحيانا من الليبيين، خاصة من التونسيين كل مساء، ويبداو يدخلوا دون لي صالون باه يهدروا ما بين العلاقات الطيبة ما بين تونس والمروك، ويدخلوا الجزائريين في وسطهم باه يخلقوا علاقة متوترة ما بين الجزائر وما بين تونس. ويبداو التوانسة زعما يسبوا الاقتصاد الجزائري ويعتبروا نفوسهم انهم دولة اقتصادها افضل والسميك نتاعها افضل وعايشه خير من الجزائريين. يدخل الجزائري يبدا يسب فيهم ويقول لهم درنا لكم درنا لكم درنا لكم، ويدخلوا في بعضهم، والمروكي يبقى يتفرج منهم. ومن بعد المروكي يزيد يجي ايضا مع التونسي، وهي الغايه المقصوده من خلال لي لايف اللي راهم يديروا فيهم او نيفو تيك توك. المرجو من اخواننا الجزائريين فقط، واحيانا يجيبوا ايضا ليبيين من جماعه حفتر، ايضا من الانصار تاع لي غواياليست زعما ماروكينو ماروكان او ماروشيان سي فولي، حاشا طبعا الرجال الحرار اللي كانوا في المغرب انا دائما استثني، ولو انه مظفر نواب لم يستثني منهم احدا. فقلت انه ويبداو يجونكليو زعما كومبوا، يعني انه سبب عدم اتحاد المغرب العربي هو الجزائر، سبب خلاص راحوا الى سبب تفقير شمال افريقيا هو الجزائر، وانه مثلا انه المستقبل للفوسفات بانه كاين شوي في تونس وكاين شوي في المغرب، وانه الطاقه انه الجزائر التي بقيت تعتمد على المحروقات، وعلى فكره ما يعرفوا والو اقتصاديا، ما يعرفوا لا واش راهو صاري، لا الطاقات البديله، لا التطور تاع الجزائر على مستوى الطاقات البديله، على البحث عن مصادر جديده للطاقه، الاستثمارات العملاقه التي دخلت فيها الجزائر، ومؤخرا ايضا دخلت ايضا معنا اليابان، فهمتني، دخلت ايضا معنا اليابان. فهذه الامور كامل ما يعرفوهاش، ويعتقدوا فعلا كما دار هذاك الاقتصادي المغربي المسكين انه مستقبل العالم في انقاذ العالم هو الفوسفات، رغم انه الفوسفات لا يمثل يعني جزءا كبيرا من الاقتصاد. المغرب او ماكسيموم ديسي لون 2030 راح يلحق يعني او ماكسيموم دو سا برودكسيون 10 مليار دولار، دوك راهو entre 5 et 7 مليار دولار. هل تعتقدون ان هذا يعني يبني اقتصاد دوله ما بين 5 و7 مليار دولار؟ تونس او ماكسيموم عندها مليار او مليار ونصف، الجزائر نفس الشيء، علما انه الجزائر لم تستثمر بعد يعني بشكل موسع في الاخر شو اسمه في. لذلك فان التسويق الى ان مستقبل العالم في الفوسفات اعتقد انه
يشكل حماقة اقتصادية بامتياز، وأنه فناء الطاقات المعدنية الموجودة في الجزائر أيضا يشكل قمة في الغباء. لأنه أنا أبشر يعني أبنائي أنه هناك آبار في الجزائر يمكن استغلالها حتى بعد 500 سنة، وآبار يعني ثرة وفيها يعني كمية كبيرة من البترول والغاز. يعني الجزائر عندها خير كبير، حتى البحر الجزائري كله 1200 كيلومتر كاري كله تقريبا كله من الغزوات وهبط، كله بترول. فلذلك أطمئن أبنائي فقط، علما أنه طبعا نحن علينا أن نؤكد على أنه لازم تكون هناك طبقات بديلة، أنه ما نبقاوش نعتمد دائما على البترول. وهذا هو التوجه الجديد للجزائر، أنه من هنا فصاعدا أي شريك اقتصادي على مستوى الطاقة عليه أن يوفر أول شيء للجزائر التكنولوجيا، أي التكنولوجيات الذكية والتكنولوجيات العالية، وأن الجزائر لم تعد تكتفي بالمبيع فقط أو بالبيع، وإنما بخلق تكنولوجيا الجديدة تاع الطاقات البديلة اللي عندنا تقريبا 20 سنة وين دخلنا فيها مراكز الأبحاث ديريكتومون، وعندنا مراكز خاصة بالطاقات البديلة. لذلك أطمئن أبنائي أنه لا داعي للاستماع إلى تلك التفاهات أو الحماقات التي يسوق لها العياشة التوانسة أو العياشة في أصله الوصلاء، يعني اللي ما يقدرش يعاندهم، يعني تقدر عندهم في كل شيء إلا أنك تعود عياشة، يعني مستحيل. فالمشكلة، وعلى فكرة هذو العياشة أو بقايا العياشة الليبيين اللي برو روياليست اللي زعمهم كوا يعني يعودون في أصلهم إلى المملكة التي أبادها القذافي، عندهم نوع من الحنين البورجوازي الغير عقلاني اللي مستحيل يقدروا يعودوا يروحوا، وهما تابعين أو آسف من أنصار حفتر. ونحن نعرف جيدا حفتر ذلك الخؤون اللص اللي سطع على البنوك الليبية. الغاية تاعو وش هي من الحصول على الحكم في ليبيا ولو بالقوة. ونعرفوا من راهو تابع خليفة حفتر ودرجة الكره تاعو إلى الجزائر التي منعته من الهجوم على طرابلس والجهة الموالية للجزائر، واللي هي الآن سيتال كي ديتيان البوفوار. بون، ما هيش مشكل من هذه الناحية. إذا حبيت أحذركم فقط أنه أيضا العياشة التونسيين اللي الحمد لله يعني الجزائر تقف قلبا وقالبا مع تونس من أجل تجنيب جيراننا إعلان إفلاس تونس. سنقتسم معهم الخبز، سنقتسم معهم الدماء، سنقتسم معهم المأكل والمشرب، ولكن تونس لن تسقط. هذا قرار يعني ما هو الشعبوي، قرار في الصميم، وقيس سعيد يعي ذلك جيدا. أما بقايا بن علي اللي كانوا يعتاشوا على السياحة الجنسية، ممكن نقول السياحة الجنسية حكم على بالكم في الدائرة أيضا عن الجواري المنهيه، اللي كانوا يعتاشوا على الخمور في الفنادق وعلى السياحة وعلى الفلاحة البدائية، داكور، هذو لي برو بورجوا، وعلى النظام البوليسي اللي كان يقتل في الشعب التونسي ولا يسمح لهم بقول كلمة حق واحدة للشعب التونسي. هذا هم اللي راكم تشوفوا فيهم الآن، سي لي برو بن علي، سي لي برو بن علي. مازالوا يحلموا كم كوا يعني تونس الأنثروبولوجية والسياحية واللي تحلى في عين الألماني والأمريكي والجنس نتاع الأطفال. هذا هم اللي راهم ما يختلفوش على العياشة التونسيين. سي ان باكت دو سوفاج، سي ان باكت دو لو، سي ان باكت نتاع سي ان باكت نتاع خبثاء، فهمتني؟ يعتقدوا انهم يسون غوزي، مي لكن الخبث نتاعهم خبث سيء ولن يصلوا به الى اي شيء. فاذا تم تاجيل الاعلان نتاع المغرب، افلاس المغرب اللي يدخل في اكبر دين في افريقيا، ايضا الجزائر تعمل بكل ما اوتيت من قوه على ان تمنع تونس من ان تسقط في الافلاس. داكور، اذا ما تدخلوش معهم اون كونفلي، ما تناقشوهمش، لانهم مجرد حمقى مثلهم جماعه حفتر تاع ليبيا، كما جماعه بقايا بن علي، كما جماعه بقايا ميمي السادسه التي تعاني في مراحلها الاخيره من السيده، والتي يعمل اخوه الرشيد على الانقلاب عليه. فالقادم ربي ان شاء الله اسوأ بكثير لمثل هذه الشرائط. تحياتي لكم. ده هو القصف.
انتوما تخلطوا فينا، تخلطوا في الجزائريين ولا غير مهابل انتو. والله غير انا دايرينكم غير تحريشه، ما اناش كاع دايرينكم سيريو قسما بالله. انتوما مخرجين النخبه وكدايا والاساتذه تاع الجامعات وكل يوم يديروا لي لايف وبالكذب والاخر. حنا اللي غير مصاغر، غير حنايا والو معنا، لا اساتذه لا والو لا نخب. حنا هاوليك ولاد الشعب، انا نردوا عليكم ونردوا عليكم كيما يقول لك بمصداقيه، ماشي كيما نتوما باينين كذابين مسخوطين. روحوا خطيكم من الجزائر، روحوا تهلاو بقى شوفوا اسبانيا ولا تحكموا مع فرنسا ولا مع اسبانيا. حنا رانا بعاد عليكم، حنا في العقليه بعاد عليكم كيما حبيتوا كاع. روحوا راكو خاسرين تزيدوا تخسروا مليح. سبحان الله، ابتلاء يا خاوتي. حنا ندعو الله عز وجل يبعد علينا هذا الابتلاء هذا، خير ما نديروا ديقه فيكم. نجمعوكم نتوما تزيدوا تجيبوا بانو صهصه، هذاك هو نجمعوكم نديركم باك كيما يقولوا. وهذه يا خاوتي كانت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. اتهلاو خاوتي، يعطيكم الصحه على المشاهده. ما تنساوش دعموا خوكم الجزائري بلايك، واللي مازال ما اشتركش مرحبا به في كل وقت، ولا ما راكش مشغول كاين هذا الفيديو. وربي يحفظكم، سلام.